السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده بوصفه جديده، وزي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض الخيار المخلل بطريقه سهله قوي وحلوه وبسيطه ومميزه جدا جدا. هنعمله مع بعض بنتيجه ممتازه، وبيكون مقرمش معاكي كده وحلو قوي بدون ما يكون مهري ولا طري ولا اي حاجه خالص. هتحس ان هو زي بتاع الجاهز ومميز، ويمكن احسن كمان. كنا عملنا مع بعض قبل كده كمان في فيديو قبل كده طريقه اللفت بطعم يجنب البنجر، وكان مميز جدا جدا وقعد معايا فتره طويله قوي، ولكن استوى في يومين بس، وكان نتيجته ممتازه وجاب فيوهات عاليه جدا. هبقى انزل لكم طبعا الرابط بتاعه في صندوق الوصف. اما دلوقتي بقى هنشتغل مع بعض في الخيار المخلل، ونقول كل طريقته وكل تفاصيله ومكوناته. يلا بينا كالعاده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض. انا عندي كده زي ما انتم شايفين خيار، لقيته صغير وشكله لذيذ كده، وكل ما كان صغير معاكي كان بقى احسن كتير. وقلت كمان بالمره ازود عليه شويه فلفل كده، اللي هو بيبقى حامي شويه ولكن بيبقى كده الفلفلايه كبيره ولونها اصفر، بتبقى مميزه قوي في التخليل. وطبعا غسلناهم كويس قوي قوي وسبتهم ليله كامله يتصفوا، علشان ما ينفعش يبقى فيهم ميه نهائي. الميه في المخللات كلها عموما، الخضار اللي بتخلليه بتبوظه وبتخلي نتيجه التخليل معاكي مش كويسه خالص، وكمان مش ناجحه معاكي. بعد ما نشف معايا كويس قوي وصفى من ميته، هجيب عندي البرطمان اللي كالعاده بنخلل فيه مع بعض. وزي ما احنا قلنا قبل كده ان انا دايما بحب التخليل عندي يكون في برطمان ازاز، علشان نتيجته وطعمه يبقى احلى كتير، ومش بيتفاعل مع الاكل خالص ولا المخلل اللي جواه. وكمان بيبقى صافي ونضيف قوي كده، خاصه لو درجه الزجاج بتاعته من درجه نظيفه وكويسه. والبرطمان ده اصلا مخصص للتخليل، لان بيبقى معاه كده غطيين بيبقوا محكمين الاغلاق قوي علشان يخللوا معايا اسرع. زي ما انتم شايفين هبدا انزل بكل المكونات اللي عندي من الخيار والفلفل بدون بقى ضغط ولا اي حاجه، علشان ما اكبسهوش قوي وياخد راحته في التخليل معايا. بعد ما احط تقريبا كده نص البرطمان، هبدا انزل فوقيه بفصوص من الثوم السليمه، وكمان شويه من الكرفس. ويا سلام بقى لو الثوم عندي فريش كده يعني ولسه جديد ولسه مقشراه حالا، ما يكونش متفرز. انا للاسف ما كانش عندي كرفس فريش، فحطيت منه وخلاص، قلت مش مشكله، ولكن كان حلو قوي برضو. وبعد كده هبدا احط بقيه الكميه بتاعه الخيار والفلفل بنفس الطريقه بدون ضغط ولا اي حاجه خالص. انا دايما ببقى عارفه المعدل بتاع البرطمان عندي قد ايه، وبجيب على قده علشان ما اضغطش واكبسه عشان يكفي معايا. بعد ما خلصت كله بالطريقه دي كده، بصوا بقى مليان ولذيذ معايا وفي كده تهويه كويسه. هبدا انزل ببقيه كميه الكرفس اللي عندي وبقيه فصوص الثوم اللي موجوده، هوزعها كده في الجناب وعلى الوش بالطريقه دي لحد ما اخلصهم كلهم. كده خلاص البرطمان جاهز معايا. هنبدأ نعمل مع بعض بقى الخطوة اللي بعديها، وهي عبارة عن ايه؟ هنعمل مع بعض المحلول اللي هو بيخلي التخليل بتاعنا ناجح والاساسي معانا في تخليل الخيار واي مخلل تاني. هركن بقى البرطمان بتاعنا على جنب بالطريقة دي كده، هو كده تمام جاهز على المية بس او المحلول. هجيب عندي، يفضل برضو يكون كوب معياري زجاج او كوباية عادية، بس اهم حاجة برضو تبقى ازاز مش بلاستيك، انضف واحلى كمان، ونتيجتها زي ما قلنا حلوة جدا. طبعا انا بعاير كده، بسخن ميه في الكتل، وبعد ما تهدى شويه هبدا اعاير معايا لتر من الميه. انا عندي الكوبايه الازاز دي اكتر من لتر، فانا حطيت الكميه اللي انا عايزاها بس، علشان اقدر اقول لكم كميه الملح والخل قد ايه على اللتر ميه. ده اللتر معايا بعد ما بقت الميه فتره كده مش سخنه خالص. وهبدا انزل عليها بثلاث معالق كبار مليانين من الملح الصخري، او الملح اللي هو خشن زي ما كلنا عارفينه، هتلاقيه عند اي عطار موجود. ولو استبدلتيه بالملح الناعم بتاع الاكل عادي هتخليهم 5 معالق من الملح. وطبعا نخلي بالنا جدا ان الازاز بتاع الكوبايه يكون قابل للحراره، عشان طبعا ما لا قدر الله ما يحصلش مشكله او يتكسر منك وانت بتحطي فيه الميه السخنه. هقلب كويس قوي قوي وادوب الملح تماما، ما خليش فيه اي حصوات او اي شويه مش دايبين معانا، علشان ما يخلوش الخيار عندك شويه حادقين جدا وشويه مظبوطين، لا حاولي دوبيهم كويس. وعلى اللتر ميه هحط 3 معالق من الخل مليانين، معلقه كبيره كده بتاعه الاكل 3 مليانين بالطريقه دي. طبعا هنزود كميه المخلل، هنزود كميه المحلول، وهنزود كميه الملح اللي احنا بنحطها والخل. بس كده بعد كده هنقلب كويس برضو عشان ندمج الخل على الميه على الملح. وطبعا لما تيجي تزودي الكميه يبقى بنفس المعدل، يعني لو لتر يبقى لترين، ولو 3 معالق يبقى 6 معالق، عشان الموضوع يبقى سهل معاكي. هجيب بقى البرطمان عندي كده وهبدا انزل الميه فيه او المحلول بتاعي بالطريقه دي كده، واحده واحده وبالراحه جدا.
هنزل فيه كده بالتدريج. طبعا المية ديت لازم اسخنها علشان تبقى متعقمة معايا وكويسة. وخلي بالك جدا ان الملح لو زاد معاكي وارد جدا ان هو يخلي الخيار او التخليل عموما مهري معاكي ومش مظبوط، ولو قليل جدا يخليه معاكي مش مستوي وطعمه دلع كده وماسخ وملوش طعم خالص. فنسبة الملح بتفرق جدا لو مظبوطة. على الوش بقى بعد ما اخلص واتملى تماما هضغط بس بايدي كده والاقي الميه طلعت معايا لفوق، يبقى كده كويس قوي. هحط على الوش كده نص معلقه من الفلفل الاسود الحصى، وعليها معلقه كده مليانه من زيت الزيتون. وكده معايا خلاص هو الخيار في امان او المخلل في امان، لان الفلفل الاسود والزيت كده يعتبروا مواد حافظه للتخليل بتاعي جدا، مع طبعا الخل كمان. بس كده هبدا بقى احط الغطا الداخلي والدايره الصغيره ديت عشان بس ابص على المخلل اشوفه جاهز ولا لا، من غير ما افتح الغطا كامل. وهقفله كويس جدا بغطا محكم بالطريقه دي، وهركنه على جنب. هو بالظبط قعد معايا حوالي 5 ايام وبدات استخدمه. وعلى فكره التخليل بالذات يفضل تعملي الخضار بتاعك سليم مش متقطع، علشان كده يبقى الواحده صحيحه وماسكه نفسها وما يتهريش منك وعمره يبقى طويل معاكي. في ناس كتير بتفضل تقطعه، بس ده بيبقى التخليل السريع اللي تاكليه بعد يومين ويخلص على طول، بيبقى برطمان صغير. كل ما الكميه زادت يفضل تعمليها سليمه. كده بعد ال5 ايام طبعا كالعاده لازم افتحه واجربه معاكم. فتحناه بالشكل ده، بس لونه كمان اتغير وطعمه حلو، وعلى فكره ريحته كانت حلوه جدا. ريحه الثوم مع الخل كده مع الفلفل الاسود والكرفس مدين للمخلل ريحه حلوه قوي. طبعا لما اجي اجيب المخلل مش باجي استخدم ايدي خالص علشان ما بوظش الكميه اللي جوه البرطمان كلها. انا بستخدم معلقه نظيفه ومش برجع احطها تاني، يعني بستخدمها مره واحده وبعد كده ممكن اشطفها وانشفها وارجع استخدمها تاني علشان بس احافظ على المخلل اللي عندي. هبدا اخرج معاكم بقى في الفيلايه كده واوريها لكم كمان. هطلع الخيار واوريه لكم بصوا لونه وسليم وصحيح ازاي، لا حاجه بقى دايبه ولا حاجه مهريه ولا اي حاجه خالص. والخيار كذلك بصوا مع انها صغيره بس ماسكه نفسها جدا ومظبوطه قوي قوي، لان المعدلات كلها والمقادير مظبوطه عندي. هكسر واحده معاكم كده بصوا لو تسمعوا الصوت معايا بتطرقع كده بسبب ان هي مقرمشه معايا وناشفه وماسكه نفسها جدا وتحفه. عارفه انت القرمشه اللي بتمضغ معاكي كده في الخيار اما تيجي تاكليه زي ما يكون بالظبط زي ما هو، ولكن متخلل حاجه كده تحفه زي بتاع المحلات، وافضل كتير كمان. كفايه انه من ايدك ومن نظافتك وحاجه مضمونه جدا جدا من بيتك. قطعته كده بصوا شرايح زي ما انتم شايفين، شكله يفتح النفس جدا. طبعا الفلفل كان رهيب وتحفه ولكن كان حراق. طبعا دي الناس اللي بتفضل الحاجه الحراقه، انا عن نفسي ما حبيتوش قوي لان انا ماليش في الحراق خالص، ولكن الخيار كان يجنن، كان تحفه حرفيا. الفيديو سهل وبسيط وكمان ما بياخدش وقت خالص خالص، ولا التخليل بياخد وقت خالص. بلاش تشتري الفلوس اللي هتشتري بيها تعملي بيها كميه اكتر كتير وانضف كتير. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه اكلات فريده. واتمنى تكتبوا كومنت حلو برايكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في حفظ الله ورعايته.